الشهوات والرغبات اللي دايما بيسعى وراها الإنسان بتكون نهايتها الهلاك، وده الحال في أغلب الجرائم اللي بيكون المحرك الأساسي ليها هما الحاجتين دول. لكن حكايتي النهاردة مختلفة تماما عن أي حاجة سمعتوا عنها قبل كده. عمركم ما هتصدقوا إن في بشر عايشين وسطينا بالشكل ده، لدرجة إن جد يرتبط بحفيدته ويعمل معاها علاقة جنسية كاملة، وطبعا النهاية دي هتكون صدمة للكل. النهاردة أنا جاي أتكلم عن الجريمة الأبشع في تاريخ مصر، لأنها مش جريمة قتل عادية، والجاني فيها عمره ما يخطر على بال أي حد. القصة دي بدأت مش من زمان، من سنة 2016 في قرية من قرى محافظة الإسماعيلية. القصة مكونة من 4 أشخاص، أب وأم وبنت وولد، والكل بيشهد ليهم بالأدب والأخلاق، وما عندهمش أي مشاكل مع حد. في يوم من أيام رمضان وقت الفطار، الجيران اتفاجئوا بالأم بتخبط عليهم وبتصرخ وبتقول لهم الحقوني احنا بنموت، وبعدها فقدت الوعي. والجيران ساعتها خدوهم على المستشفى، لكن الأب كان توفى، والأم والابن كانوا في حالة خطيرة، والناجية الوحيدة كانت هي شيماء اللي كان عندها 13 سنة. الدكاترة ساعتها سألوا شيماء هو ايه اللي حصل؟ قالت لهم ان احنا كنا كفتة على الفطار، وان هي اقل واحدة اكلت عشان هي مش بتحب اللحم. في الاول كانت الامور واضحة ان هو تسمم غذائي، لكن حالة الاب ساعتها كانت غريبة. كان في رغوة بيضة بتخرج من بقه، وحالته كانت غريبة جدا. وهنا الاطباء شكوا ان في وجود شبهة جنائية، وان الموضوع مش موضوع تسمم غذائي، وعلى طول بلغوا الشرطة اللي جت وبدأت تحقق في الموضوع. رجال الامن لما وصلوا استجوبوا شيماء لانها كانت الوحيدة اللي فايقة فيهم. في الوقت ده الاب كان في العناية المركزة عشان يتم تحويل الجثة للطب الشرعي عشان يعرفوا ايه سبب الوفاة. التقرير اكد ان الاب مات بحالة تسمم بمادة كيميائية خاصة بالقوارض. رجال الشرطة ساعتها رجعوا لشيماء وطلبوا منها انها تحكي اللي حصل، لكنها قالت نفس الكلام بدون تغيير. لما الشرطة عملت تحرياتها لقت ان الاسرة دي ملهاش اي اعداء اصلا، فكان صعب يعرفوا مين اللي عمل كده. الصدمة بدأت لما الام فاقت وابتدت تتكلم، وساعتها اكدت نفس الكلام اللي قالته شيماء، لكنها زودت معلومة صغيرة، ان شيماء ما كانتش قاعدة معاهم على السفرة وقت الفطار لانها مش بتحب اللحم. الشرطة ساعتها لاحظت التناقض بين كلام الام وشيماء، لان شيماء ساعتها قالت ان هي اكلت من الكفتة، وساعتها الشرطة اتأكدت ان في حاجة غلط. بدأوا يراقبوا شيماء بشكل اقرب، ولما واجهوها بالحقيقة انهارت واعترفت بكل حاجة. قالت ايوه انا اللي حطيت السم في الاكل عشان اتخلص منهم واعيش مع فتحي. طبعا انت هتسألني دلوقتي تقول لي مين فتحي دوت؟ فتحي ده جارهم، راجل عجوز عنده 65 سنة، كان بيحب شيماء من وهي عندها 6 سنين. والصدمة الأكبر إن فتحي كان بيستغل وجود أهلها في الشغل وبيمارس معاها العلاقة الجنسية، وكان بيخليها تتفرج على أفلام إباحية. وساعتها شيماء اتعلقت بفتحي بشكل غير طبيعي، لأنه ساعتها الوحيد اللي كان مهتم بيها. ولما كبرت شوية أبوها لاحظ زيارات فتحي الكتيرة وقلق عليها، وساعتها حصلت مواجهة بين والد شيماء وفتحي، ووالد شيماء طرده من البيت. طبعا فتحي حس ساعتها بإهانة كبيرة، واستغلوا ان هم في الشغل، ورجع لشيماء وقال لها ساعتها احنا لازم نخلص من اهلك عشان نعيش مع بعض. شيماء وافقت على طول ومن غير تردد، وفعلا نفذت خطته وحطت السم في الاكل. والشرطة قبضت على فتحي واعترف بكل حاجة، وقال انه كان بيعشق شيماء من وهي طفلة، وانه كان مهووس بممارسة العلاقة معاها. والغريب ان شيماء ما ظهرش عليها اي علامات ندم، وقالت ساعتها انها مستعدة تقتل اي حد عشان تعيش مع فتحي. وشيماء بسبب سنها الصغير تم وضعها في دار رعاية الاحداث. اما فتحي اتحكم عليه بالاعدام شنقا، وتم تنفيذ الحكم 2020. ولو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت.